عشان تكوني مع السفرة الكرام البررة وهم الملائكة مع بعض. يا جماعة هنمشي في الطريق، هنتعلم تلاوة القرآن الكريم، هنتعلم التجويد، تكون مع السفرة. يعني تلاقي طول ما انت مصاحب كتاب ربنا سبحانه وتعالى الملائكة وجبريل والأنبياء والمرسلين تبقى مصاحبهم في الفردوس الأعلى. انت متخيل يعني ايه الملائكه مصاحبك؟ الملائكه بتدعي لك، الملائكه بتستغفر لك، وانت في القبر هيحصل ايه؟ انت مع الملائكه حتى وانت في القبر، مع السفره الكرام البرره. يوم القيامه انت مع السفره الكرام البرره، في ارض المحشر انت مع السفره الكرام البرره، في الجنه منازل تضاهي منازل الانبياء والمرسلين في الفردوس الاعلى. الصنف الثاني يعني ايه بيقرا ويحاول يظبط الغنه بقى، اللي هو يتعتع فيه بقى، اللي هو بيقرا القران بس مع تعتعه، بيقرا بيحاول يظبط الغنه، يحاول يظبط المد، قاعد مع المعلم او هي قاعده مع المعلمه عماله تراجعها وتقول لها لا عيدي، لا زمن الغنه ده مش صح، لا اضبطي المد، لا اضبطي الجيم، لا الخاء، لا انت مرقق الحرف ده، انت مفخمه ده. هو شق لانه لا يجيد التلاوه بطلاقه، او حتى في مشاكل في القرايه نفسها. هو بيتعب على ما يطلع المخرج، بيتعب على ما يظبط الغنه. ده له اجرين. في معهد الماهر بالقران هناخد بايديك، وهتلاقي معلمه تاخد بايديك، يكون لك الاجرين لحد ما نصل سويا لمرتبه الماهر بالقران. يا الهي، انا ليا حد حبيبي ماهر في عمليه جراحيه واحده بس، اللهم بارك، بقى مالتي بليونير بسبب عمليه واحده بيعرف يعملها. انتوا متخيلين؟ امال بقى المهاره في القران بتوصلنا لفين دنيا واخره؟ مع الاخلاص والقبول ان شاء الله نكون مع الملائكه، تصاحبنا الملائكة في الدنيا، وإن شاء الله والملائكة والأنبياء والمرسلين في الفردوس الأعلى. فرصة ما نفوتها.